بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. وحدوا الله دايما كده حبايب قلبي، واذكروا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بصوا بقى يا حبايبي، رزقنا النهارده الفراخ غالية أوي يعني. رحت جبت فرختين النهارده، الفرخة قد ايه؟ كله ب60 جنيه. الفرختين قطعوا 200 جنيه. والله ما يستاهلوا أصلا. فرختين صغيرين جدا و200 جنيه ده الفرختين. طبعا احنا هنا بنغسلهم ونجلة برضو باين، بس مش عاملين. والبتاع الخلطة بقى دقيق، مية على دقيق على ملح على سكر على ليمون كده يعني، عشان يوحش برضو ايه الزفرة اللي فيها. عشان النهارده هنعمل ايه؟ محشي. النهارده اليوم الثاني اللي هو بتاع ما انتش هتيجي، ما انتش باينه اصلا، انا جايباها عليا يعني. بس تعالى اقف عند البوتاجاز كده يعني. بنتي اللي اتجوزت دي مش عايزه تظهر في القمر، هتعضها يا باين. ربنا يستر علينا من الايام اللي جايه. ها؟ أتى هو صغير يا شباب شباب. صلى على النبي كده يا حبايب قلبي، صلى على النبي. وفعلوا بقى اشتركوا في القناة، اللي مشتركش يشترك يعني. اليوم النهارده طويل جدا يعني. هخلص غسيل الفراخ وهرجع لكم تاني. بص بقى يا حبايب قلبي، هعمل ايه؟ هعمل الطماطم. انا عامله الطماطم عامله الطماطم كده سلقاها يعني، عامله الماء اللي فيها خالص عشان اضربها في الخلاط تبقى ما تاخدش مني تسبيكه كتير يعني. خلاص عايز نعمل ايه يعني؟ بلاش العربية يا محمد. بس نتمطر وبعدين نروح الشباب. بلاش العربية يا محمد، مش هقول لك حاجة.
انا مضطره ان انا افصل الفيديو لحد ما اخلص، لان القرآن اشتغل في الجامع وممكن يجيله مخالف. معلش يا حبايبي، استنيت لما الصلاة خلص لان القرآن كان شغال في الجامع، واستنيت لما خلص، وبعدين ايه كنت انا بقى عملت التسبيكة وعملت الرز وعملت كله وقعدت احشي كمان، لان لو استنيت بقى لو كنت فتحت بيبقى يتعمل مخالفات وحاجات من دي. ما اعرفش انا حكايه المونتاج اللي بيقولوا لي فيه مونتاج وفيه كلام من دي، انا طب وليه انا اللي انا هتكلم وهصوره هقطعه في المونتاج او هعمله، ما يبقى لازم تقول بعدين محشي وانا بحشي معاكم اهو. وصلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، صلوا على النبي كده واذكروا الله دايما في كل حاجة واحنا بنعملها. وبعدين ايه فيه قصة بسيطة كده، هي مش بسيطة يعني بصراحة، يعني هي ممكن احكيها لكم على كم مرة يعني، بس هي هحكي لكم جزء منها. عن بيت كان بيتكون من ام واب واسرة، ماشي، والبيت ده كان فيه 4 صبيان و4 بنات. الاب والام جوزوا ولدين وبنتين، وفضل بنتين وولدين. لا يا رب، هو الاب جوز بنت واحده ومات توفى، والام بقى ومع اولادها التانيين جوزوا بنت كمان، والبنتين التانيين جوزوا واحده في حياه امهم برضه، يعني واحده ابوها جوزها هو وامها، والتانية امها كانت موجودة وهي عايشة يعني، والبنتين التانيين كانت امهم متوفت، واخواتها الصبيان اللي جوزوهم كانوا متعلمين تعليم كويس وعلموهم يعني، ورايحين متجوزين وهم معاهم شهادتهم، معاهم وظيفتهم، بيشتغلوا مدرسين مدرسين في المدرسة يعني، أبلوات يعني بمعنى أصح في المدرسة. وهم جم يتجوزوا كل واحد من اخواتهم دفع جزء، يعني بحيث ان هم علشان هم متجوزين هم اللي معلمينهم ورايحين متوظفين، فدي يعني هم ما يملكوش غير البيت اللي هم ساكنين فيه، البيت اللي هم ساكنين فيه ده هو ده بتاعهم ملكهم. فالبنات على اساس ان هم جوزوهم اخواتهم الصبيان، يعني هم ما لهمش حاجه في البيت يعني. المهم طبعا وهم لسه في البيت، البنات جوز البنات دول لسه ما اتجوزوش، لهم اخ كان عايز يتجوز، خاطب يعني وعايز يتجوز، فقال له مسكن في البيت، قالوا له لا اخوه الكبير بقى قال له ما فيش سكنه في البيت غير لما اخواتك البنات تتجوز، وكان معاهم واخوه اللي هو اكبر منه، يعني الصغير ده هو اللي كان خاطب، واللي اكبر منه خاطب برضه، يعني الولدين اللي كانوا لسه خاطبين. فالمهم بقى قال له اللي هو الصغير ده، قال له ما انا عايزه اتجوز، قال له ما فيش جواز غير لما اخواتك البنات يتجوزوا. المهم كان اخوهم اللي هو التاني خاطب برضه، فجه اتجوز والبنات لسه ما اتجوزتش، وسكن معاهم في البيت، واصبح اخوهم الصغير ده اصلا لا وظيفه ولا اي حاجه في الدنيا، واخوه اللي هو التاني ده اللي اتجوز في البيت كان موظف في الصحة، يعتبر زي مفتش الصحة كده. المهم جه يا حبايب قلبي عمل صلوا على النبي كده الأول عليه الصلاة والسلام، واللي ما عملش لايك بقى يعمل لايك، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك حلو كده جميل، ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. المهم جه يتجوز بقى في البيت، واخوه اللي هو التاني ده يا عيني متلطم بقى في الايجار، مأجر بره
ومتلطم هنا وهنا، وجي خلف بنت صغيرة يعني لسه خلف يعني، ومعاه بنت صغيرة. فالمهم جه لاخته الكبيرة اللي تعتبر زي امهم يعني، وهي مش امهم ولا حاجة، ولا شربت من امها حاجة. المهم قال لها انا عايزة اسكن في البيت، لان انا كده متلطم في الايجار وما حلتش حاجة يعني. بشتغل اليوم بيومه، يعني اشتغل بياكل، ما اشتغلش ما بياكلش يعني، يا دوبك اليوم بيومه. وديون بقى يعمل، يبقى عليه ديون ويستلف ويجيب من المحلات شكك والكلام ده. عفوا يا حبيبي. المهم قالوا له ايه، اخوه الكبير كان عنده شقة فوق الدور الثالث بنيها يعني، غير شقة اللي هو فيها، بنيها في بيت ابوه. فقال له انا هسكن في الشقة دي يعني، هي كانت متعرشة كده عليها عرش. والمهم قال له ايه، هكملها عرش وهوضبها وهسكن فيها. هو بيت ابوه يعني، هو بيت ابوه، بس اخوه هو اللي بناها، فمرضيش ان هو يتقال. قال لك ما تعدش عليه، ولو كان جه وسكن فيها عادي يعني، ده بيت ابوه مش بيت اي حد. المهم قال له لا، ما انت ساكن فيها وامشي اخرج من هنا. طردوا من بيت ابوه. اخواته البنات طردوه هو ومراته، والدنيا بتشتى عليهم والمغرب اهنش عليهم، حتى يقولوا له بات والصبح ابقى روح. قالوا له قوم خد مراتك روحها، وقوم روح مراتك. ومشوهم، والدنيا بتشتى عليهم، ومفيش دم ولا في اي حاجة خالص، وكلهم قفلوا بيبانهم. علشان ايه؟ ما تخرجش من بيوتهم، ما تخرجش من عندهم، تخرج من بره خالص ما يشوفهاش حتى وهي ماشيه. نعم. طب ما انا بعمله، ما هو دي اللي انا بقولك، كان بخلص الانبوبه، بس اعمليه حلو ما تخليش بيفيض. ايوه، وحط الانبوبه، بعد الانبوبه جربيه بالولاعه عشان بيخلص الانبوبه، وبيروح وفوق كده بيطلع ريحه غاز. المهم يا حبايب قلبي، لفت ودارت الايام، والناس دي اتنقلت اصلا في محافظة تانية، اشتروا بيوت في محافظة تانية، شقق يعني في محافظة تانية، وراحوا اشتروا وسكنوا، وبقى مزاجهم عال. واللي هو كان يعتبر بره البيت هو اللي ساكن في البيت دلوقتي، وهو اللي في البيت شقة في البيت. كان ليه شقة صغيرة خالص، اوضتين وصالة، صالة صغيرة خالص. كانوا الأول أصلا بلكونة في البيت، وفيها بقت صالة، وفي نفس الوقت البلكونة دي كانت طويلة، فكان عامل منها لا مؤاخذة حمام ومطبخ برضو. وكانت الشقة زي الحق، وهم سايبين بيوتهم وشققهم وقافلينها، ومش راضيين يفتحوا له ولا شقة من شققهم، ولا يبيعوا له حتى شقة من الشقق لحد دلوقتي، مش راضيين. وجم قلنا لهم افتحوا لنا ادوا لنا شقة بالإيجار نوسع على نفسنا ونطلع، لأنني يعتبر كان معانا 5 عيال، وكانوا لسه صغيرين. وأخوه اللي هو كان ساكن الشقة اللي جنبه على طول لازقة فيه، كان البيت من تحت قسمينه شقتين، وهما بانيين فوق شقتين على بعض برضو. فالبيت من تحت كان ضيق جدا، لأن كان يعتبر البيت من تحت بس، وقسموه فصلوا كل شقة لوحدها يعني. والأخ الصغير هما اللي ادوله الشقة، يعني هي اللي لا فيها لا مطبخ ولا حمام ولا أي حاجة. وبدأ هو يعمل حمام ومطبخ له، وهو ما حلتوش حاجة، هما موظفين كلهم، بس ادوله وقالوا له ايه، ادوله بحيث ان الشقة اللي هم عاطينها له مدخلها ومخرجها لوحده، مش تبعهم. هم مدخلهم ومخرجهم من باب واحد، اللي هو مثلا من بير السلم او من ورا، بحيث ان هم كلهم مع بعض. وما اتنقلوا برضو دمياط الجديدة او اتنقلوا بعيد، بقوا كلهم مع بعض وهو لوحده، ما هماش عايزين ايه يدوله اي حاجة. المهم تلف الايام وتدور، اشتروا الشقة اللي هي كان عايز يأجرها، اللي هي بالعرش دي، اشتراها ودفع له فلوسها، مع ان في بيت ابوه، بس اشتراها ودفع له الفلوس بتاعتها، تمن المباني يعني، وطبعا الطوب اللي هو كان جايبه والمباني، وخدها وصبها ووضبها
ويعتبر خلاها لوكس بصراحة يعني خلاها لوكس. فالمهم تعالي اقفل البتاع وشوفي مين، لان هتلاقي محمد اخوكي هو اللي جاي. وضبوها وعملوها لوكس وهما بيوضبوا فيها برضو. لسه حبيب قلبي التليفون على الشحن والله، انا بصور لان هيحطوا الاكل وانا على التليفون على الشحن كان فصل من ساعتها، فما كنتش عارفه اصور وانا بحشي والله. دي حله ايه ودي الفراخ ودي الحله اللي اتطبخت اهي اللي هي بتاع المحشي. هنفضوها دلوقتي على الصينيه يعني وهيقعدوا يتغدوا. فلو كان الفيديو بتاع النهارده عجبكم اعملوا بقى لايك وشير وسبسكرايب وشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركش في القناه يا حبيب قلبي يشترك كده ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ولو انا بدأت القصة هحكيها لكم بقى في فيديو تاني، لان ولادي كلهم هنا وما عادش عارفة اعمل اي حاجة بصراحة. مع السلامة، باي باي.